قصتنا اليوم بدات من قررت كريس وصاحبتها ليزان يمشيو في رحله لامريكا الجنوبيه باش يدوزوا وقيت زوين ويستمتعوا بالوقت. البنات كانوا هولنديات، وحده عندها 21 عام والاخرى 22 عام، والهم الوحيد اللي كان عندهم هو يجمعوا واحد المبلغ من المال باش يقدروا يسافروا. وبسبب هذا الشيء بقاو كيخدموا شهورا وكيجمعوا في الفلوس، رغم انهم كانوا كيقراو وعندهم دراسه جامعيه، وفي الاخير قدروا يجمعوا المبلغ اللي غادي يكفيهم في السفر. وهنا بقاو كيتفاهموا على البلاصه بالضبط اللي غادي يشدوا ليها الرحال، وفي الاخير استقر القرار ديالهم على بنما باش يستمتعوا بطبيعتها الخلابه. ومنين وصلوا لبنما جلسوا مع اسره بنميه، ارتاحوا من السفر لمده يوم، ومن بعدها توجهوا مباشره لواحد الغابه باش يستكشفوها. كان معاهم كلب الاسره البنميه، ولكن داز ساعات من الوقيته اللي خرجوا فيها في الصباح، وداز النهار كله ومازال ما رجعوش، حتى تفاجأت الاسره البنميه بان كلبهم رجع بوحده. كانت علامات الخوف والفزع واضحه على الكلب، حاجه اللي خلات الاسره البنميه تحس بالقلق على كريس وليزان. حاولوا يتصلوا بهم مرات ومرات، ولكن بدون جدوى، لان التليفونات بجوج كانوا خارج التغطيه، وهي الحاجه اللي خلات الاسره تقرر تبلغ الشرطه البنميه في البلاصه. ولكن سياسه الشرطه البنميه كانت غريبه، لانهم شافوا بانه ما كاينش شي حاجه كتحتم عليهم البحث في نفس الليله ديال الاختفاء. وهنا الاسره البنميه كانت كتحس بالمسؤوليه من جهه البنات. جمعوا الناس القريه وقرروا يقلبوا عليهم في الغابه. البحث استمر 3 أيام ونص، ولكن بدون جدوى ولا فائده، بحال الا البنات تبخروا وتحولوا لشجرات. وفي النهار 14 من نهار الاختفاء الشرطه اخيرا حسات بالمسؤوليه، خصوصا بعد ما توصلوا اهل البنات في هولندا بالخبر ونوضوا عليهم الصداع. وهنا عائله البنات سافروا من هولندا لبنما وداروا جائزه القدر ديالها $30,000 لكل واحد غيعطيهم شي معلومه مهمه على البنات ولا على شنو وقع. بدات الشرطه كتقلب عليهم بالطياره، ولكن النتائج بقات سلبيه حتى فتحوا تحقيق. سولوا اهل القريه واش شافوا كريس وليزان قبل من الاختفاء، وهنا قالوا لهم بانهم كانوا كيهضروا مع 2 دراري في القهوه. هاد القهوه كانت قريبه للغابه اللي تعمقوا البنات فيها. مشاو المحققين وهضروا مع مول القهوه، ولكن هاد الخيط ما وصلهم حتى شي حاجه، لانهم ما قدروش يعرفوا الشابين. وبدات القضيه كتكلمه، خصوصا من داز الشهر وما كاين والو. واحد النهار كانت واحد المراه كتسقي من النهر اللي كان قريب من الغابه، وهنا لقات صاك طايح في جنب النهر. بلغات المراه على الصاك وقالت للمحققين بانها كتجي كل نهار لهاد البلاصه من النهر وما كانش الصاك البارح. وفي الاخير تبين ان هاد الصاك كيرجع لوحده من البنات. بما انها ما كانتش في ديك البلاصه البارح، اذا شكون جاب هاد الصاك هنا؟ حلوا الصاك ولقاو فيه 2 تليفونات وكاميرا، وتسجيل الكاميرا كانوا فيه صور غريبه وغامضه خلات المحققين يتساءلوا بعض الاسئله. كانت الصور ملتقطه بعشوائيه، بحال الا اللي كيصورها كان هارب من شي حاجه، خصوصا بان هاد الصور كانت صورات بالليل وبلا فلاش. ما كانتش الصور لوجه البنات، ولكن كانت الاجزاء من شعرهم ومناظر عشوائيه للارض ما عندها حتى معنى. ولكن اكثر حاجه وقفوا عندها المحققين بعد الفحص الدقيق للكاميرا هو بانه كاينه صوره مسحات من بين الصور. وهنا حسوا بان الصوره الممسوحه تقدر تبين لهم الحقيقه. حاولوا يرجعوها بكل الطرق، ولكن دون جدوى، لان ما قدروش يردوها. وهنا ما بقى قدامهم الا المكالمات ديال التليفون. ومن بعد الفحص اكتشفوا بان كريس وليزان حاولوا يتصلوا بالشرطه باكثر من 4 أيام، وماشي غير الشرطه، لانهم حاولوا يتصلوا حتى بالرقم الدولي للشرطه الامريكيه 911، ولكن الريزو ما كانش. كذلك من الملاحظات المهمه هي ان التليفونات كانوا كيتصطفاو بزاف ديال المرات، بحال كريس وليزان كانوا باغيين يوفروا شويه ديال لاشارج ديال التليفونات. ولكن اخر مره تشعل التليفون هي نهار الاثنين، وهذا النهار كان من بعد الاختفاء ب5 أيام. لقاو كذلك اكثر من 70 محاوله لادخال الرمز السري. هاد المحاولات اللي حتى وحده فيهم ما نجحات، وهذا الشيء كيبين بان التليفونات ولاو عند شي واحد اخر من غير كريس وليزان. هاد الفحص ديال التليفونات ما عطاهم حتى شي معلومه مفيده، وهنا
رجعوا للكاميرات وتبعوا البلايص اللي في الصور كانت عادية في النهار الأول، كانوا البنات فرحانات، ولكن التغيير وقع في النهار الثامن بالتحديد. هنا الصور ولاو غراب، ومعدل التقاط الصور كان مرتفع، يعني كانوا كيصوروا كل 2 دقائق تقريبا. كل الصور اللي تصورات في ذاك النهار كانت بين 1 ديال الليل و4 ديال الصباح، وما كانتش الغابة واضحة مزيان. وهنا كان لابد من رسم خريطة المسار، يعني مسار البنات في الغابة، الأمر اللي ما كان سهل وخدا منهم شهورا. هذه القضية بدارت من طرف خبراء مختصين في الجغرافيا، واللي اكتشفوا بأن كريس وليزان وصلوا للعمق من الغابة واللي كان محظور، وكاينين شي بلايص من الغابة فيهم بلايك كتبين بأن هذه البلاصة محظورة. هذا الشيء خلاهم يفكروا ربما كريس وليزان كانوا هربانين من شي حاجة، الشيء اللي خلاهم يدخلوا لهذه المنطقة المحظورة بلا ما ينتبهوا. في هذه البلاصة من الغابة كاين نهر، وفوق النهر كاين جسر مصنوع من الحبال، وهو خطر على اللي كيحاول يدوز فوق منه. وقفوا الباحثين في هذا النهر لأنهم كانوا كيظنوا بأن البنات بغاو يقطعوا الجسر وطاحوا في النهر، ولكن الحقيقة كانت حاجة أخرى. في هذه الوقيته لقاو 2 سراول ديال الجيم في نفس البلاصة اللي لقات فيها المرا الصاك. كانوا السراول مقطعين تماما، واخا هكاك محطوطين فوق حجرة كبيرة ومرتبين بواحد العناية كبيرة. هاد المسألة ثارت بزاف ديال التساؤلات، حاولوا يقلبوا على بصمات الشخص اللي رتب السراول وحطهم بهذا الشكل، ولكن ما لقاو حتى حاجة. بقاو كيقلبوا في ديك البلاصة، وهنا لقاو أخيرا بقايا عظام جنب النهر، ومن بعد الفحص تبين بأنها كترجع لكريس وليزان. هاد العظام كانوا حوالي 30 قطعة متفرقة، وواخا حاولوا يحلوها باش يعرفوا الطريقة اللي ماتوا بها البنات، إلا أن الأمر كان مستحيل. المفاجأة هي أن كريس وليزان كانوا مازال عايشين الوقيته اللي كانت الشرطة كتقلب عليهم بالطائرة. وهنا توقعوا المحققين بأن البنات اضطروا يواجهوا شي حيوان مفترس في الغابة، وحاولوا يجريوا عليه بالفلاش الكاميرا، ولكن بالزربة تخلاو على هذه الفرضية، خصوصا مع الظهور الغريب للسراول والمحاولة الفاشلة لإدخال الرقم السري للهاتف. وهنا بداو كيعتقدوا بأن كاين شي شخص آخر هو المسؤول على هذا الشيء، وربما صوروه البنات، داكشي علاش مسح التصويرة اللي قلنا قبل. ومنين بداو كيقلبوا على هذا الشخص لقاو بأن كاين شاب مات بشكل غامض في حمام السباحة. تبين من بعد بأن هذا الشاب هو الشيفور ديال الطاكسي، وهو اللي وصل البنات للغابة، وكان آخر شخص شافهم قبل الاختفاء. ما عرفوش شكون اللي قتل الشاب لأن جريمته كانت غامضة، ولكن بداو كيعتقدوا بأن كاين شي واحد باغي يقطع كل الخيوط الحقيقية للجريمة. وهنا الحاجة المضحكة والمبكية في نفس الوقت الخوت هي أن الوحيد اللي كيعرف شنو وقع للبنات بجوج هو كلب الأسرة، ولكن الكلاب ما كتهضرش للأسف، وبقات القضية كولد كيس. أنا عارف بأن القضايا غير المحلولة كولد كيس هي قضايا مزعجة بعض المرات، ولكنها كتخلينا نفكروا ونتعلموا دروس كتر وكتر من القضايا المحلولة. يهمني بزاف تدعمونا وتشاركونا بالتعليق باش نعرفوا رأيكم وتوقعكم اللي حصل، وشنو هي العبرة والدرس من هذه القضية. نظري الدرس الأهم هو التوعية حول المخاطر اللي ممكن تنجم على المغامرات، خصوصا مغامرات البنات وفي سن مبكر. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. تلاقاو ساعة الخير.